السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فراخ الستريبس أو فشار الدجاج بطريقة سهلة وجميلة بيحبها الأطفال جدا. تنفع إن أنا أعملها غدا أو عشاء، أو ممكن كمان أعملها سندوتشات للمدرسة، بيحبوها جدا الأطفال. زي ما احنا شايفين كده شرايح، يعني مش كبيرة قوي ولا صغيرة. خلطة مكونة من بصلاية صغيرة، عصير ليمونة كاملة، معلقة خل، معلقة ملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة من الكزبرة الناشفة، ربع معلقة من الكاري، عندي كمان ربع معلقة من خلطة كده بهارات فراخ بعملها أنا في البيت. خلاص، بقلب كل المكونات دي مع بعض وهقلبه على الخليط ده. على فكرة يا جماعة، أنا الفراخ الستريبس دي بعملها على 3 مراحل. دي أول مرحلة عندي إن أنا بتبلها بالتتبيلة دي وبسيبها حوالي ساعة أو 2 أو من بالليل، وممكن كمان أفرزها بالتتبيلة دي، ولما أجي أعملها على طول من المرحلة التانية والتالتة. هنشوف مع بعض كل حاجة دلوقتي. هسيبها في التتبيلة دي وهنشوف المرحلة اللي بعدها. كده أنا قلبت شرايح الفراخ في التتبيلة زي ما احنا اتفقنا، وهدخلها التلاجة. وكده احنا خلصنا أول مرحلة، هنكمل مع بعض دلوقتي يا جماعة. بعد أنا ما تبلت الفراخ بتاعتي، شرايح الفراخ أنا كنت هنا محتفظة بيها في الفريزر، مطلعاها من بالليل في التلاجة، سبتها لغاية ما فكت خالص التتبيلة اللي احنا قلنا عليها. وعندي هنا حوالي 1.5 كوباية من الدقيق، وعندي هنا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعندي هنا بيضاية، وعندي رشة ملح كده صغيرة، وعندي 2 معلقة كبيرة نشا، وعندي معلقة صغيرة كزبرة، ومعلقة من البهارات، ومعلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وعندي هنا كوباية لبن، وعندي هنا بولة فاضية. هبدأ أضيف كل المكونات الجافة عندي على الدقيق، اللي هي النشا والملح والفلفل الأسود والكزبرة والكركم والبهارات، إلا البيكنج باودر مش هضيفه دلوقتي خالص. هنضيف التوابل مع بعض والمكونات الجافة كلها على الدقيق ونشوف هنعمل ايه. هنا يا جماعة بعد ما قلبت كل المكونات الجافة على الدقيق، هبدأ أركن الدقيق على جنب، وهجيب البولة الفاضية. جبت البولة الفاضية، هبدأ أكسر فيها البيضاية كوباية اللبن وأقلبهم كويس جدا مع بعض. هنا بعد ما قلبت البيضاية وكوباية اللبن مع بعض كويس جدا، هبدأ أضيف عليها من الدقيق اللي أنا خلطاه، اللي هو ده من خليط الدقيق اللي أنا خلطاه مجهزاه. هبدأ أضيف على المكونات دي لغاية ما أحصل على عجينة، وأضيف وأقلب. هنا يا جماعة بعد ما قلبت كل المكونات، الدقيق المخلوط بالتوابل على البيض واللبن، استخدمت حوالي 3 معالق كبار لغاية ما أحصل على قوام شبه كده، يعني قوام الكيك بالظبط، أو ممكن يكون أخف من قوام الكيك بحبة. هبدأ أضيف الفراخ المتبلة عندي في الخليط ده اللي هو البيض واللبن والدقيق. هبدأ أدخلهم هنا يا جماعة. بعد ما ضفت الفراخ بتاعتي لخليط البيض واللبن والدقيق، هقلبها فيها كويس. وعلى فكرة الطريقة دي حلوة جدا، مغذية جدا، حاطة فيها بيض وحاطة فيها لبن، بيحبوها الأطفال، وفي نفس الوقت مغذية كويسة ليهم. هبدأ هاخد قطع الفراخ من الخليط ده واحطها في خليط الدقيق عندي. هبدأ اخد قطع الفراخ كده وابدأ اضيفها في الدقيق، بس يا ريت افرغها عن بعضها، ماخدهاش كتل، لان لو خدتها كتل مش هتبقى مقرمشة عندي وتبقى بالنتيجة اللي انا عايزاها. هاخد كل حبة كده احطهم في الدقيق زي ما احنا شايفين كده، مش هكتر قوي الفراخ، وهبدأ في الدقيق كويس. في الأثناء دي هكون حاطة طاسة
على النار، فيها كمية زيت كويسة يعني إلى حد ما، مش قليلة قوي ولا غزير قوي. هبدأ أحط كمية الزيت ديت على النار، وهبدأ أضيف فيها الفراخ. وأول ما أنزل الفراخ فيها يكون زيت سخن. أول ما أنزل الفراخ هبدأ أحطها على نار متوسطة يعني، ولا هوطي النار خالص ولا أخليها عالية أوي. أنا نسيت هنا أضيف البيكنج باودر، هنا بضيفه على خلطة الدقيق الجاف وحده عشان أحصل على صوابع مقرمشة، تكون كده مقرمشة وهشة في نفس الوقت. اقلب البيكنج باودر مع الفراخ مع الدقيق، وهاخدها اقليها على الزيت على طول. هنا يا جماعة قصة الفراخ عندي في الزيت زي ما احنا شايفين في الطاسة بتاعتي، واول ما تتحمر من الناحية اقلبها على الناحية التانية، وبعد كده اخرجها من الطاسة. لما بيوصل بالشكل ده بيديني قرمشة اكتر من الاول اهو. وده يا جماعة ده الخليط بتاعي بتاع البيض واللبن وخليط الدقيق، ضفتهم على بعض وقلبتهم كويس، وهعملهم كقرص عجة، لان حرام نرمي اي حاجة، لان دي نعمة ربنا يحاسبنا عليها. وهقليه برضو في نفس الزيت بتاعي. ده شكل الفراخ ستريبس بتاعتي بعد ما حمرتها. طلعتها على ورق مطبخ، بعد ما صفت الزيت خالص حطيتها في طبق زي ما احنا شايفين. ويا ريت يا جماعه وانتي بتقلي كل ما الزيت يقل منك تزوديه عشان ما تتحرقش معاكي، تكون النار متوسطه زي ما اتفقنا. ان شاء الله تنول الخليط اللي فضل مني اللي عملته على هيئه قرص عجه جميل، ان شاء الله يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.